يا شريف انت ممتع جدا 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 جدا، وانا عشت معاك فترات طويله طبعا، لنا تاريخ طويل جدا، فمفيش حاجه اسمها دي اخر مره تتكلم فيها. حضرتك هتيجي مهرجان القاهره وهتتكلم. بقول لك ما اقدرش ارفض، ارجوك. حديث ممتع جدا. انا ليا كام تجربه مع شريف، طبعا عشنا حياه كبيره. شريف كان مساعد لوالده المخرج العظيم سعد عرف، المخرج جميل جدا الله يرحمه. وعرفت شريف في الفتره دي. انا بس هقول كام حاجه على شخصيه شريف، لان انا بحبه جدا ومعجب بيه جدا كانسان وكفنان وكمخرج، ليه نظره فعلا مختلفه. كلمني على اللعب مع الكبار وقال لي حسين في فيلم مع عادل امام. فانا اول حاجه قلت له ان انا اعرف شريف كويس يعني، قلت له شريف الفيلم بتاع عادل امام ولا هتعمل فيلم سينما؟ قال لي لا انا هعمل فيلم سينما. قلت له انا معاك من غير مره. وبعدين بعت لي روايه فقريت، جالي شريف البيت وقعدنا بندردش مع بعض. قلت له يا شريف انا عايز حاجه واحده، ودي برضه بقولها في شخصيه شريف. انا عايز رياكشن لما عادل امام بيعمل اي سين، انا عايز رياكشن عليه بس، مش عايز اكتر من غير كلام. شريف قال لي اوعدك هعملها، وعملها فعلا. دي شخصيه انسان محترم، بيحترم كلمته وفاهم هو بيعمل ايه، والرياكشن